ناس كتير خايفة من حفلة ترافيس سكوت اللي هتقام في 28 يوليو عند سفح الأهرامات، وكلهم خايفين من اللي حصل في حفلاته قبل كده. موت الضحايا كتير، عشرات من الضحايا في الحفلات، لكن الطب الشرعي قال إن ده بسبب اختناق في الرئة. وناس كتير بتطلع إشاعات إنه هو بيمهد لتقديم ضحايا أو قرابين للشيطان، وإن حفلاته كلها بتدعو لعبادة الشيطان. فهنقول لكم هنا الحقيقة. مين هو ترافيس سكوت؟ في الأول خد اسم عمه وخد اسم مغني مفضل ليه وبقى اسمه ترافيس سكوت. والحقيقة ان تاريخه كله مليان بالحفلات المشبوهة اللي حصلت فيها حالات كتير من الوفاة، ومفيش ولا مرة تم إدانته فيها. في 5 نوفمبر 2021 قام بعمل حفلة في مدينة هيوستن الأمريكية، ونتج عنها تدافع جامد وزحام ومقتل وموت عشرات من الجمهور. ووقتها كان الجمهور كله عمال يصرخ ويقول وقف الحفلة، لكن هو ما وقفهاش. وبعد كده ما بيسألوه ليه ما وقفتهاش، قال لهم انا اصلا ما كنت سامع حاجة ولا سامع صوتكم خالص. وفي لقاء تاني قال انا لو كنت وقفتها كنت انا اللي مت. بعد شهر تقريبا اعلنت وكالة رويترز ان من التشريح والتحقيقات اتضح ان الوفاة بسبب الاختناق الانضباطي، وهو نتيجة ضغط على الرئة. وتفسير الطب الشرعي أكد أن تدافع الحشود هو السبب، وكان في شهود عيان قالوا طبعا أن كان في حشود كتيرة، والحشود دي تسببت في موت الأفراد الجمهور اللي حصل. نتيجة التحقيقات أظهرت أن نتيجة لسوء التنظيم للشركة المنظمة كانت السبب في موت عشرات من الجمهور، لأن كانوا متحصرين بأسوار من الحديد، ما قدروش ان هم يجروا ويهربوا من الزحمة. بسبب الحادثة دي اترفع اكتر من 300 قضية على ترافيس سكوت وعلى الشركة المنظمة للحفلة. وترافيس سكوت برر موقفه ان هو ما كانش حاسس ولا سامع بأي حاجة أو أي نداءات من الجمهور عشان يوقف الغنى، لكن محامين الضحايا شككوا في كلام ترافيس وقالوا ان ده كلام محامين عشان يخلي سبيله ويطلع براءة. والحقيقة ان ترافيس في كل حفلاته بيشجع الجمهور ان هم يتدافعوا ويخترقوا الحواجز الأمنية. في مايو 2017 اتقبض على ترافيس سكوت بعد حفلة من حفلاته، وكان السبب في اعتقاله ان هو كان بيشجع الجمهور ان هم يكسروا البروتوكول والدواعي الامنيه. والغريبه ان كل الحوادث دي اللي حصلت في حفلات ترافيس هو خرج منها زي الشعره من العجين. وبعد الحفله بيظهر تعليقات على السوشيال ميديا بتبرر اللي بيحصل في حفلاته، منها البوابه اللي على شكل غريب. وكمان اللي حضروا الحفلة بيقولوا ان ترافيس كان بيلبس تيشيرت على شكل مرسوم عليه زي عبدة الشيطان من البوابة وبيخرجوا من الناحية التانية. وكمان في ناس بتقول ان حالات الوفاة اللي حصلت كانت مقصودة، لان كانت في 8 شعلات وفعلا ماتوا 8. السؤال هنا يا ترى كل الاحداث دي ترافيس هو اللي بيصطنعها عشان تبقى دعاية لحفلاته ويضمن نجاح حفلاته، ولا هي بالصدفة، ولا فعلا حقيقة بتحصل؟ وعامة احنا هنا في مصر في يوم 28 الأمن عندنا اتخذ إجراءات احترازية كافية، ويا رب ما يحصل أي حاجة. لو أول مرة تشوف قناتنا يا ريت ما تنساش اللايك والكومنت والشير، وتقول لنا نحب نجيب لك ايه الفيديو الجاي. سلام.